السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله هنقص الإدناء الفرنسي. بجيب انا القماش عندي على حسب رغبة الطول اللي انا عايزاه. لو انا قايسة الطول عندي لحد الركبة 90 سنتي فبجيب الطول متر. فانا لما اجي اشتري القماش بشتريه طولين، يعني 2 متر. بأتني البرصل على البرصل وبتني العرض، فبيكون عندي 4 طبقات بالشكل ده. بيكون عندي جهة متنية والجهة التانية جهة المفتوحة. باجي بقيس حدة الرقبة. بقيسها ازاي؟ حدة دوران الرقبة عندي المقاس طلع عندي 45 سنتي، بقسمه على 5 اساسي فبيطلع عندي 9 سنتي. فلما اجي بقيس الرقبة بقيسها من الجهة المتنية لهنا 8 سنتي، علشان لسه هدخل مقدار الخياطة سنتي. والحدة الرقبة الأمامية بقيسها هنا 8 وبنزل 8 سنتي وبعمل الحردة الأمامية. العرض بتاع الإدناء ده بيكون نص عرض الظهر زائد طول الكم. بنزل 8 سنتي وبوصله بحردة الرقبة. بنزل وسع الكم عاوزاه ممكن 20-25 لو في كشكشة أو تشريب. بدخل من هنا 20 سنتي وبمد خط طولي إلى أسفل. بعد كده عندي الزاوية ديت بتاعت الديل والخط المستقيم، باجي من هنا وبعمله استدارة، وكده بيكون الإدناء خلص. عايزة أقول إن أنا مشيت هنا عشان أخيط، مشيت 20 سنتي وعملت الخط ده وعملت الاستدارة، لأن ده اللي هيلبسه الوزن من 70 ل80. لكن مثلا واحدة تكون ممتلئة 90 100 110، فيدوبك تاخد المقدار ده يدوبك 10 سنتي وتبدأ كده. فالجزء ده هيبقى توسيع فيدي وسع للإنسانة اللي هي الممتلئة. ده شكل الإدناء بعد ما اتقص. وعندي الجزء الباقي ده لو الكم عندي قصير باخد منه الاسوره واخد منه الانفورم تنظيف حردة الرقبة الامامية والخلفية. وده شكل الإدناء مقصوص ومتخيط ومركب له اسوره، يعني حوالي 3 سنتي او 4 سنتي على حسب طول الكم زي ما احنا عاوزين. وكده اكون انتهيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.